مرة أخرى نعود لكم مشاهدينا الكرام مع مطلع بداية شوط المباراة الثاني. تابعنا شوط المباراة الأول والذي انتهى لمصلحة الفريق الأهلاوي بهدفين مقابل هدف. شوط المدربين، شوط الحسم، الشوط الثاني الوداد البيضاوي الذي يأتي على يمين السادة المشاهدين بزيه الأحمر والأبيض، الأهلي على يسار السادة المشاهدين. سعد فتاح من بدأ بالتسجيل في شوط المباراة الأول لمصلحة الوداد، عدا مصطفى بصاص بهدف التعادل. أضاف هيون سوك الكوري الجنوبي الهدف الثاني للأهلي لينتهي شوط المباراة الأول بهذه النتيجة. كرة ملعوبة لمصلحة النادي الأهلي، تبديل وحيد للاعب، دخول اللاعب سلطان السوادي من جانب الفريق الأهلاوي. كرة ملعوبة عند اللاعب السلطان، يلعب له كرة إلى مصطفى بصاص إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الوداد البيضاوي. 2-1 شوط المباراة الأول. ينتهي شوط المدربين، شوط الحسم بين أبناء المملكة العربية السعودية وأبناء دولة المغرب. التبديل الآخر اللاعب ياسين لكحل، كذلك يزوج به المدرب المغربي عبد الرحيم طالب في شوط المباراة الثاني. 2-1 الوداد البيضاوي يبحث للعودة إلى نقطة البداية، يبحث للاستعداد لموسم قادم جديد. الوداد البيضاوي الذي لم يقدم الموسم الماضي في الدوري المغربي، كون أنه جاء بالمقعد الرابع خلف المتصدر الرجاء بفارق 18 نقطة، كما اعتادت الجماهير، جماهير الوداد البيضاوي بأن يأتي، وكما عودها بأن يأتي في الصدارة، وكذلك يأتي كوصيف. خطأ لمصلحة الوداد المغربي، تعود من جديد تسديده. الوداد يبحث مع بداية شوط المباراة الثاني. أمين عطوش، كرة تعود إلى حارس المرمى ياسين، ملعوبة تأتي على الدائرة في المنتصف إلى أيوب الخالقي، عند اللاعب رقم 27 عبد الرزاق، يدور له على زميل، هاتوا خذ. تعود إلى عبد الرزاق من جديد، محمد برابح يلعب له كرة إلى مراد لمسن، مراد يلعب له كرة إلى اللاعب 28 سعد فتاح صاحب الهدف المغربي الوحيد في شوط المباراة الأول. الكرة ملعوبة داخل خط 18 العرضية، ولكن راسية أسامة هوساوي تأتي وتحضر داخل خط 18 الأهلاوية، تعود خلف المدافعين، ولكن الراية ترفع والصد والرد يأتي من عبد الله المعيوب في اللقطة الماضية. لاحظ اللقطة الماضية والراية مرفوعة من الغامدي، المساعد الثاني محمد الغامدي. هذا المدرب المغربي عبد الرحيم طالب من مواليد 1973، 46 سنة، منتقل من نادي نهضة بركان في يونيو 2013 إلى الوداد. وعلى فكرة هذا المدرب كان يعمل في نفس الإدارة، إدارة الوداد البيضاوي عام 89 إلى عام 99. انطلاقة والراية من جديد ترفع في اللقطة الماضية على اللاعب توفيق جروتن في اللقطة الماضية. لاحظ ضربة حرة لمصلحة النادي الأهلي، أسامة هوساوي إلى تيسير الجاسم الكوري صاحب الهدف الثاني، هيون سوك الكوري الجنوبي. الأهلي يستعد لمواجهة قادمة الأربعاء القادم بمشيئة الله تعالى. انطلاقة عند اللاعب أسامة هوساوي، لعب له كرة إلى الأمام إلى مصطفى بصاص،
تعود إلى اللاعب علي الزبيدي من جديد. أهلاوية تعود، الرأسية تيسير الجاسم إلى أسامة هوساوي، إلى وليد بخشوين، بخشوين إلى علي الزبيدي، إلى بخشوين من جديد إلى علي الزبيدي، ولكن الكرة تطل على علي الزبيدي إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. توجيهات البرتغالي تستمر مع شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة خطأ على اللاعب مصطفى بصاص الذي يقع على أرضية الملعب. السلامات إن شاء الله يقوم ويكمل مع الزملاء ما تبقى من هذا اللقاء. خطأ لمصلحة الوداد. أهدى يا أسامة، أهدى يا أسامة، هدوء. أسامة هوساوي وحكم اللقاء يتدخل، وحتى المدرب البرتغالي وحتى مساعده يتواجدون في أرضية الملعب. أسامة هوساوي في اللقطة الماضية، ينفع نلاحظ اللقطة الماضية. أسامة ومصطفى بصاص واقع على أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله يقوم بالسلامة أسامة المولد، وكأن يقول فيها بطاقة صفراء وفيها ضرب متعمد. أسامة هوساوي يطالب الحكم بإشارة البطاقة الحمراء، يشير بأن هناك ضرب متعمد بالقدم، وحكم اللقاء يشير بطاقة صفراء، ولكن لم تتضح بعد البطاقة مشارة لأي من اللاعبين. هل تكون لأسامة هوساوي أم تكون للاعب مراد لمسن الذي كان ساقط على أرضية الملعب؟ لا، لاحظ في اللقطة الماضية مراد لمسن ومصطفى بصاص سقوط على المستطيل الأخضر. حكم المباراة لم يشير بطاقة حمراء، يكتفي بالإشارة الصفراء، ولكن لم نعرف وجهة لمن. هل تكون لأسامة هوساوي؟ مصطفى بصاص قام بالسلامة. لاحظ اللقطة الماضية، لاحظ اللقطة الماضية والسقوط من اللاعب مصطفى بصاص. كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. الأهلي الذي يستعد الاستعداد الأخير أمام الكرة الأفريقية، أمام كرة ملعوبة خطرة. فيها خطأ، فيها خطأ لمصلحة النادي الأهلي، فيها خطأ، ومن المفترض بأن تكون فيها بطاقة. والله من المفترض بأن تكون فيها بطاقة يا عبد الرحمن يا كعبي. اللقطة الماضية وبكل أمانة تستحق بطاقة، وعلى الأقل بطاقة تكون صفراء. لاحظ الدخول على تيسير الجاسم في اللقطة الماضية، ولكن عبد الرحمن الكعبي الذي يكتفي بالخطأ، خطأ قريب من خط 18 لمصلحة النادي الأهلي. عبد الرحمن الكعبي لا يشير البطاقة ولا يشير البطاقة الصفراء. خطأ عند الخطأ. تيسير الجاسم حائط بشري يتكون من 4 لاعبين. تيسير
هو القريب من تنفيذ الخطأ. قائد الفريق الأهلاوي والمتسبب في الخطأ تيسير يلعب له كرة خطرة للأهلي، والكرة تتخلص على طول، تعود إلى اللاعب أيوب الخالقي. أيوب يلعب له كرة تعود من جديد إلى أيوب، ولكن صافرة من حكم اللقاء. هنا لاعب وقع على أرضية الملعب. اللاعب رقم 15 هشام العمراني وقع على أرضية الملعب. لاحظ اللقطة الماضية والدربكة التي جاءت داخل خط ال18، ولكن الإبعاد تسديد التيسير الجاسم في اللقطة الماضية. الأهلي الذي يستعد لأولسان، الأهلي الذي خاض عدة مباريات ودية هذا الموسم أمام أبها 2-1، وأمام النهضة 2-0، وأمام نجران 0-1، وأمام الفيصلي 1-0، وأمام الاتحاد 4-4. بدلاء النادي الأهلي كرة ملعوبة لمصلحة الوداد المغربي 2-1 مع أول 10 دقائق من زمن شوط المباراة الثاني. رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي، تعود من جديد، انطلاقة إلى اللاعب توفيق، تعود إلى اللاعب رقم 27 عبد الرزاق، ملعوبة ولكن الكرة سهلة عند عبد الله المعيوف. عبد الله المعيوف يلعب كرة إلى اللاعب علي الزبيدي، تعود من جديد إلى أسامة هوساوي. أسامة يلعب له كرة إلى علي الزبيدي إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية جانبية لمصلحة الأهلي. الأهلي هو الأفضل في شوط المباراة الأول أداء ونتيجة. شوط المدربين الأهلي كذلك في العشر الدقائق الأولى يبدو لي هو الأقرب إلى الشباك المغربية. الوداد البيضاوي صاحب الأكثر ألقاب هناك في الأراضي المغربية، يأتي من أمام قلعة الكؤوس. خطأ لمصلحة النادي الأهلي. الوداد المغربي حقق بطولة الدوري المغربي 17 مرة، وحقق كأس العرش 9 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة. جاء وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا عام 2011-2012 بعد خسارته على ملعب محمد الخامس هناك في الدار البيضاء، الملعب المحبب لهذا النادي، بعد الخسارة من أمام الترجي التونسي. يأتي اليوم من أمام النادي الأهلي ليستعد لموسم قادم، موسم جديد. جماهير الأهلاوية التي تتواجد هنا في مدرجات مدينة ملعب الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة للإطمئنان على أداء الفريق الأهلاوي. تيسير الجاسم على الدائرة، مارسيو يلعب له كرة إلى منصور الحربي، منصور يهيئ نفسه يسدد، ولكن الكرة في أحضان حارس المرمى ياسين الذي يشارك مع الوداد المغربي
أمام الأهلي كأساسي. ملعوبة عند اللاعب وليد بخشوين، يلعب لكرة إلى اللاعب علي الزبيدي. هيون سوك يلعب لكرة إلى مصطفى، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تطول على مصطفى بصاص في اللقطة الماضية، تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الوداد المغربي. هيون سوك هنا تبديل آخر، يوسف رابح هو البديل، واللاعب هشام العمراني يغادر أرضية ملعب المباراة. هشام يغادر أرضية ملعب المباراة. يوسف رابح الورقة الثانية التي يزج بها المدرب المغربي عبد الرحيم طالب صاحب 46 سنة. كرة ملعوبة تعود لمصلحة الوداد المغربي. إلى تيسير الجاسم، يلعب لكرة إلى مصطفى بصاص. جول يا عين يا مصطفى يا بصاص، الله عليك يا مصطفى يا بصاص، وحده هوبا من داخل خط ال18. جول ثالث للنادي الأهلي، هدف ثالث من مصطفى بصاص. مصطفى بصاص يسجل هدف ثالث للنادي الأهلي. تسديدة جاءت من داخل خط ال18. شوف 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 ولاحظ، الكل توقع بأن مصطفى بصاص راح يلعبها إلى الكوري الجنوبي، ولكن خادع حارس المرمى ليضع الكرة على يسار حارس المرمى لتعلن عن ثلاثية أهلاوية. ثلاثية أهلاوية مع شوط المباراة الثاني. الأهلي يسجل ثلاثة أهداف. مصطفى بصاص ينجح في إضافة الهدف الثالث. انطلاقة ولكن الراية تأتي مرفوعة. لاحظ التسديدة في اللقطة الماضية. والفرحة فرحة الجمهور. تبديل ثالث سجل المدرب المغربي عبد الرحيم طالب. جواد يوسف هو البديل عن اللاعب عبد الرزاق الأحمد. انطلاقة لمصلحة الأهلي أمام الزبيدي، ولكن الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. مراد لمسن يلعب الكرة إلى أمين عطوش. أمين عطوش يلعب الكرة إلى الأمام، تعود لمصلحة النادي الأهلي. إلى تيسير، ولكن كرة تيسير مقطوعة إلى أيوب الخالقي. أيوب يلعب الكرة إلى الأمام. أهازيل المدرجات الأهلاوية سعيدة بهذا الأداء، سعيدة بهذه النتيجة. الجماهير الأهلاوية تطمئن على الكيان الأهلاوي. صغارا وكبارا يتواجدون في مدرجات ملعب
مدينة الملك عبد العزيز. انطلاقة لمصلحة الوداد، هذه خطرة، الله على اللعبة الماضية، الله على ياسين لكحل في اللقطة الماضية، كاد أن يقلص نتيجة المباراة، ولكن القائم الأيمن يمنع الوداد البيضاوي من إضافة هدف ثاني لمصلحة الوداد. لاحظ ياسين لكحل تسديدة جاءت من يسراه على القائم الأيمن على عبد الله المعيوف في اللقطة الماضية. تبقى النتيجة هي ثلاثية لمصلحة النادي الأهلي مقابل هدف وحيد. أخطر الكرات في شوط المباراة الثاني من جانب الوداد البيضاوي على مرمى عبد الله معيوف أو عبد الله المعيوف. كبارا وصغارا يتواجدون في مدرجات ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية للاطمئنان على الفريق الأهلي، للاطمئنان على فريقهم، للاستعداد لموسم قادم، للاستعداد للاربعاء القادم 21 أغسطس أمام الكوري الجنوبي سيول في مسابقة دوري أبطال آسيا في ربع نهائي كبير راح يشهد هذا الملعب هنا على نفس هذا المستطيل. الجماهير الأهلاوية التي تحضر للاطمئنان على ناديها الذي يتقدم على عميد الكرة الأفريقية بثلاثية مقابل هدف. كرة ملعوبة تتخلص على طول من حارس المرمى، تعود من علي الزبيدي، يعيد الكرة من جديد. انطلاقة ومراقبة من وليد بخشوين، والانطلاقة وحكم اللقاء يشير بصدره ويبدو لي بأن هناك بطاقة صفراء على اللاعب علي الزبيدي في اللقطة الماضية. خطأ يبدو لي وبطاقة صفراء على علي الزبيدي في اللقطة الماضية. ضربة حرة موجودة لمصلحة الوداد البيضاوي. خطأ للبديل بكاري كوني. كرة ملعوبة داخل خط ال18 سهلة في أحضان عبد الله المعيوف. عبد الله المعيوف يلعب له كرة، انطلاقة سريعة لمصلحة النادي الأهلي. الكرة مقطوعة، تعود من جديد للاعب جواد، ولكن كرة مقطوعة من قائد الفريق الأهلاوي تيسير الجاسم. زكريا سامي يبدو لي بأنه يقترب من المستطيل الأخضر، كذلك اللاعب صالح الشهري. انطلاقة للكوري الجنوبي ملعوبة على الجهة اليمنى سريعة لمصلحة النادي الأهلي، بعيدة تماما ولكن لا تزال الخطورة تعود من جانب الفريق الأهلاوي، ولكن الكرة تتخلص. ملعوبة إلى تيسير الجاسم إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة قلعة الكؤوس. تيسير الجاسم، وليد بخشوين، علي الزبيدي، وليد بخشوين من جديد، هتأخذ إلى وليد بخشوين إلى مصطفى بصاص إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة الوداد البيضاوي. انطلاقة سريعة إلى بكاري كوني، تعود من جديد خطرة، ولكن الكرة في أحضان حارس المرمى. تعود الخطورة من جديد، كرة ملعوبة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. ما الذي يجري داخل خط ال18؟ ما الذي يجري يا عبد الله المعيوف؟ لاحظ 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 مرور، لعب له كرة وصلت في أحضان عبد الله المعيوف، تركها عبد الله المعيوف إلى وليد بخشوين.
وعادت من جديد. لعبها ياسين الأكحل ولكن اعتلت العارضة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ارتباك يبدو لي واضح تماما وعدم تفاهم ما بين عبد الله المعيوف ووليد بخشوين. مارتي يبادر أرضية الملعب وصالح الشهري هو البديل واللاعب كذلك عقيل بالغيب وخروج اللاعب ضامن الموسى. لاحظ في اللقطة الماضية عدم تفاهم بين عبد الله المعيوف ووليد بخشوين وكاد ياسين الأكحل أن يقلص الفارق إلى هدف واحد. كرة ملعوبة تعود عند اللاعب كوني. باكري كوني لاعب الكرة إلى الأمام تعود من جديد ولكن مقطوعة تعود لمصلحة الأهلي وصافرة وتنفيذ سريع لمصلحة النادي الأهلي. ملعوبة للبديل ولكن أقرب لها حارس المرمى. الأهلي لديه الأفضلية. الأهلي بإذن الله بهذا المستوى وهذا الأداء سوف يقدم بإذن الله تعالى الأربعاء القادم أداء مميز. هو اليوم يقدم أمام الكرة الأفريقية أداء مميز، ثلاثية بعد أن تأخر بهدف مع مطلع بداية شوط المباراة الأول. إياس فيكتور سيموس، ياسر الفهمي، العمدة عماد الحوسني الذي ينتهي عقده مع النادي الأهلي. هنا خطأ وليد بخشوين. عبد الرحمن الكعبي حكم اللقاء يشير بالبطاقة الصفراء. بكاري كوني ابن ساحل العاج. لاحظ اللقطة الماضية دخول على وليد بخشوين من اللاعب عمر نجدي الذي استحق البطاقة الصفراء. لاحظ الدخول عمر نجدي على اللاعب وليد بخشوين وحكم اللقاء عبد الرحمن الكعبي يشير البطاقة الصفراء للمرة الثالثة في شوط المباراة الثاني. 3 بطاقات صفراء. انطلاقة الآن لمصلحة عمر نجدي الذي نال البطاقة الصفراء. تعود من جديد إلى البديل جواد. تعود كذلك عند اللاعب محمد برابح ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي. ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي. ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب. نادي الوداد الرياضي المعروف بالوداد البيضاوي هو نادي رياضي من مدينة الدار البيضاء يشارك بالدوري الممتاز المغربي. يعود تأسيس النادي إلى عام 1937. احتل سنة 2000 المركز الثاني عشر في ترتيب أندية القرن العشرين على المستوى الأفريقي، وهو أحد أكثر الأندية تتويجا بالبطولات والكؤوس المغربية. انطلاقا لمصلحة المحترف جواد إيسن داخل خط ال18. يلعب له كرة عرضية ولكن تتخلص ولا تزال الخطورة من جديد. ملعوبة خلف المدافعين على طول،
تتخلص من منصور إلى خارج أرضية الملعب إلى الرمية جانبية. لاحظ اللقطة الماضية من مصطفى بصاص، انطلاقة عند اللاعب جواد البديل الذي يقدم أداء مميز مع نزوله. محمد أمان ومحسن العيسى. فيتور بريرا البرتغالي يدفع بالأسماء الأخيرة. محمد أمان ومحسن العيسى، ركلة الزاوية لمصلحة الوداد المغربي، الوداد البيضاوي. 3 أهداف للنادي الأهلي، هدف وحيد للوداد البيضاوي. كرة ملعوبة تتخلص على طول من الدفاعات الأهلاوية. محسن العيسى ومحمد أمان في انتظار إشارة الدخول إلى المستطيل الأخضر، والأهلي يقدم أداء مميز. انطلاقة ما فيها أوفسايد لمصلحة لكحل، ياسين لكحل، ولكن يلعب له كرة وصلت إلى أحضان عبد الله المعيوف في اللقطة الماضية. مصطفى بصاص يلعب له كرة إلى تيسير، ولكن كرة تيسير مقطوعة في اللقطة الماضية. يعود مصطفى بصاص، حكم اللقاء يأمر باستمرارية اللعب. كرة ملعوبة من البديل عقيل بالغيث داخل خط ال18، تتهيأ تسديدة، ولكن الكرة كذلك في أحضان حارس المرمى، في أحضان حارس المرمى. 76 دقيقة أحبتي الكرام من زمن شوط المباراة الأول أو شوط المباراة الثانية عفوا، والأهلي لا يزال متقدم ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. أسامة هوساوي ووليد بخشوين يغادرون أرضية الميدان، ومحسن العيسى ومحمد أمان ومحسن العيسى. هكذا البرتغالي يدخل في شوط المباراة الثاني من أمام أبناء المغرب. الوداد البيضاوي جاء وصيف دوري أبطال أفريقيا 2011-2012 هو الوصيف، ولكن الموسم الماضي لم يقدم حتى في الدوري المغربي، جاء بالمقعد الرابع. ولكن هذا الموسم يأتي مع المدرب المغربي عبد الرحيم طالب الذي لديه الخبرة الكافية الشافية عن إدارة النادي واللاعبين، كونه كان كمساعد مدرب ومدرب اللياقة من عام 89 إلى عام 99، ومن ثم انتقل إلى نادي نهضة بركان وقضى 6 أشهر دون خسارة، ومن ثم عاد إلى ناديه السابق نادي الوداد البيضاوي. يخسر في المباراة الودية أمام الهلال هناك في عاصمة المملكة العربية السعودية ب2 دون مقابل. يتأخر الآن ومع الدقيقة 79 نقترب مع آخر 10 دقائق أحبتي الكرام، وهو يتأخر بثلاثية مقابل هدف وحيد. الأهلي يستعد لموسم
مليء بالإنجازات، دوري جميل، أو في مسماه المعروف بدوري عبد اللطيف جميل، وهو الدوري السعودي. يستعد لبطولة الأبطال التي فقد لقبها هذا الموسم حينما خسر من أمام الشباب هناك في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض 0-2. حقق البطولة 2011 من أمام الاتحاد، وحافظ على لقب البطولة من أمام النصر 4-1 في جدة. وغادر هذا الموسم من أمام الشباب في ربع نهائي كأس الأبطال. جاء في المقعد الخامس من سلم الدوري السعودي المسمى بدوري زين، خلف المتصدر الفتح ووصيفه الهلال، والشباب ثالثا والنصر رابعا. ها هو الأهلي يستعد في أكثر من 7 مواجهات، في أكثر من 7 مباريات، وهذه المواجهة الأخيرة أمام أبناء الأمة أو القارة الإفريقية، أبناء المغرب، الوداد المغربي، صاحب الإنجازات، صاحب الكؤوس، صاحب البطولات المغربية. ركلة الزاوية لمصلحة الوداد البيضاوي، دخول داخل خط ال18، تهيئ، تيسير الجاسم مع انطلاقة سريعة لمصلحة النادي الأهلي في ارتداد سريع. الأهلي لديه الأفضلية في شوط المباراة الثاني، وكذلك النتيجة تذهب لمصلحة قلعة الكؤوس، أبناء العروس، أبناء جدة، الذي يستعد لبطولة من أغلى البطولات الآسيوية، بطولة ليست محلية بل إنها قارية، بطولة دوري أبطال آسيا الذي قدم فيها الموسم الماضي أداء مميزا، ووصل إلى نصف نهائي أمام الاتحاد، وخسر ذهابا 0-1 وكسب إيابا 2-0 من أمام عميد الأندية السعودية الاتحاد. لذا استحق أن يتأهل إلى المباراة النهائية أمام ألسان الكوري الجنوبي، ومن ثم لم يوفق، خسر بالثلاثة البيضاء وعاد إلى الأراضي السعودية وهو الوصيف وليس البطل. ولكن بإذن الله يكون هذا الموسم هو البطل وليس الوصيف. البرتغالي صاحب 45 سنة آخر 7 دقائق من زمن شوط المباراة الثاني، رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. كرة ملعوبة إلى عقيل بالغيث، تعود إلى سلطان السوادي، تعود من جديد على الجهة اليمنى، ملعوبة عرضية داخل خط ال18، راسية تعاد من مراد لمسا إلى حارس المرمى في اللقطة الماضية داخل خط ال18. من جديد تيسير الجاسم، كرة مقطوعة، كرة ملعوبة عالية ساقطة خلف المدافعين، ولكن تتخلص على طول من الدفاعات الأهلاوية. ملعوبة إلى مصطفى بصاص، أقرب لها حارس المرمى أو اللاعب صالح الشهري البديل في شوط المباراة الثاني. الأهلي قدم وبكل أمانة استعداد مميز، تكللت
تلك المباريات الودية كلها بالنتائج الإيجابية. لعب أكثر من 6 مباريات ودية كلها انتهت بانتصار للنادي الأهلي، ما عدا خسارة كانت أمام نجران 0-1. شارك في بطولة الجزيرة الإماراتي هناك في دولة الإمارات الشقيق، وحصل على بطولة أو كأس البطولة ومسمى البطولة الودية بطولة الجزيرة الإماراتية الودية، حينما حقق الانتصار الأول على الكويت الكويتي بثلاثية، ومن ثم على الجزيرة الإماراتي بهدف دون مقابل. هذه كرة جاءت خطرة لمصلحة النادي الأهلي، وراسية صالح الشهري إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الوداد البيضاوي. أفضلية للنادي الأهلي، والانتظار الأربعاء القادم. بالتوفيق للكرة السعودية في المشاركات الخارجية، بالتوفيق للأهلي، بالتوفيق لنادي الشباب. الناديين الذين يشاركون في بطولة دوري أبطال آسيا. الأهلي في جاهزية تامة. كرة ملعوبة داخل خط ال18، ولكن الكرة على خط المرمى سيطر عليها عبد الله المغيوف في اللحظات الأخيرة. لاحظ التسديدة القوية وبالخطأ، ولكن عبد الله المغيوف صادها في اللحظات الأخيرة. مع آخر دقيقتين أحبتي الكرام، يبقى الأهلي هو المتقدم، يبقى الأهلي هو المسيطر في المستطيل الأخضر. تطمئن الجماهير الأهلاوية على فريقها من أمام الأقدام الإفريقية، الأقدام المغربية. الوداد البيضاوي نادي تأسس عام 1937. هذه كرة خطرة ملعوبة، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب بعيدة تماما إلى ركلة مرمى لمصلحة عبد الله المغيوف، صاحب بطولات وصاحب إنجازات وصاحب الكؤوس في الأراضي المغربية. اليوم يخسر على الأراضي السعودية من الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف وحيد في مشاركة ودية. استعداد لموسم قادم، انطلاقة لمصلحة الأهلي، ملعوبة عند اللاعب سلطان السوادي، ولكن كرة سلطان مقطوعة، تتخلص على طول من محمد برابح في اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة الوداد البيضاوي. رمية جانبية عند اللاعب مراد لمسن، تعود من جديد لمصلحة النادي الأهلي. مقطوعة مرتدة للاعب جواد إلى اللاعب رقم 23 عمر نجدي، لا يزال محتفظ بكرته، يلعب له كرة عرضية، ولكن الراسية تأتي كذلك حاضرة من الدفاعات الأهلاوية. تعود من جديد لمصلحة تيسير الجاسم. تيسير يلعب له كرة بالخطأ، مطالبة بخطأ، مطالبة بصافرة، ولكن حكم اللقاء يأمر باستمرارية اللعب. تيسير الجاسم كان يطالب بخطأ في اللقطة الماضية. الكرة تتخلص من عقيل بالغيث إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة الوداد البيضاوي.
مع الدقيقة الأخيرة أحبتي الكرام، والوداد البيضاوي يحاول تقليص الفارق من أمام قلعة الكؤوس. تعود سلطان انطلاقة، السوادي انطلاقة لمصلحة النادي الأهلي الذي يبحث عن رباعية. تيسير ينطلق من الجهة اليمنى، تيسير 3 أو 4 لاعبين من الوداد المغربي و3 لاعبين من الأهلي السعودي. الراية تأتي حاضرة مرفوعة، اوف سايد على تيسير الجاسم. دقيقتين كوقت إضافي، دقيقتين كوقت بدل ضايع. التجربة الأخيرة للنادي الأهلي مع مطلع بداية الموسم، الجاهزية، الانتظار. الاربعاء القادم امام غلشان الكوري الجنوبي. هكذا تنتظر الجماهير السعودية عامة وخاصة الجماهير الاهلاوية. كرة ملعوبة في المنتصف، تعود عالية طويلة بالراس، تعود مصطفى بصاص إلى خارج أرضية الملعب إلى الرمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. محسن العيسى، تعود إلى محسن العيسى على الدائرة من جديد إلى سعيد المولد، يلعب له كرة في المنتصف، تعود مقطوعة بينية، انطلاقة عند اللاعب رقم 26 جواد، ولكن الراية تأتي كذلك مرفوعة من محمد الغامدي المساعد الثاني. حكم اللقاء عبد الرحمن الكعبي أشار 3 بطاقات صفراء في شوط المباراة الثاني. أحبتي الكرام، سيداتي سادتي أينما كنتم من الوطن العربي الحبيب، صافرة حكم اللقاء عبد الرحمن الكعبي تنطلق لتعلن عن نهاية شوط المباراة الثاني بفوز مستحق لمصلحة النادي الأهلي في المباراة الودية التي جمعت الأهلي السعودي والوداد البيضاوي. أرجو أن لا أكون قد ثقلت على مسامعكم أحبتي الكرام. محمد يحيى المالكي يودعكم إلى أن نلتقي في أمسية كروية قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا دائما وأبدا في الختام أجمل تحية وسلام، ألا وهي تحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.